بيبدأ مسلسلنا سنة 1999، وبنشوف بطلنا هو داخل مختبر وبيبقى في أواخر العشرينات، وبنعرف إنه شغال مخرج برامج. وبيقابل دكتور مخترع، وبيعرفوا الدكتور إن الاختراع ده هينقذ العالم والبشرية لو نجح. وبنشوف كابينات تجميد وفيهم بطلتنا نايمة متجمدة، وبيدخل بطلنا وبيتجمد، وبنشوف الفريق بتاعه بيصور التجربة، وبيكون هيتجمد لمدة 24 ساعة بالظبط. وبنرجع كده فلاش باك، وبنشوف بطلتنا بترقص في الأوضة بتاعتها، وبيجي لها اتصال وبتعرف منه إنها ما اتقبلتش في الوظيفة، فبتبقى زعلانة جدا لأنها من أسرة فقيرة ونفسها تشتغل وتجيب فلوس عشان تقدر تصرف على أسرتها. وبتشوف بطلتنا وهي شغالة في وظيفة مؤقتة في البرامج مع بطلنا، وبيبان عليها إنها جريئة وبتعمل اختبارات غريبة زي صاروخ المية وغيرها. وبطلنا بيروح يستلم جايزة أفضل برنامج سنة 99، وهو بيتكرم بيعلن عن حبيبته واللي بتبقى مذيعة مشهورة، وبيطلب منها تطلع على المسرح وبيعلن حبه قدام الجميع. وبتشوف بطلنا وهو بيتكلم مع حبيبته وبيعرفها إنه هيدخل أوضة التجميد لأنه حابب يساعد البشرية، لأن تجربة التجميد دي لو نجحت مش هيبقى فيه أمراض بعد كده. وبيفرجها على فيديو لدولفين رجع للحياة بعد ما اتجمد، فبيطمنها إن التجربة أكيد هتنجح وبيبقى عنده أمل، وبيفضل يقنعها لحد ما بتوافق. وبيسأل المساعد بتاعه عن متطوعة، فبيقولها عن بطلتها لأنها بتعمل حاجات غريبة جدا، وبيبقى قلبها ميت يعني أكيد هتوافق على تجربة التجميد دي. فبيطلب من المساعد يروح يتكلم معاها ويشوف هتوافق ولا لأ. وبيروح المساعد يتكلم مع البطلة وبيعرفها عن التجربة، وبيقول لها إنها قد إيه بتفوت في الحديد وبتعمل تحديات صعبة جدا، يعني ما جاتش على كام ساعة تتجمد فيها. بس بطلتنا بتعرفه إنها بتعمل كل ده عشان خاطر تجيب فلوس وتصرف على أهلها، فبيفهمها إنها تاخد مكافأة $5000، غير إن مخرج البرنامج هيكون معاها في التجربة. فبتبقى مستغربة وبتقول عليه أكيد مجنون، وبياخدها المساعد وبيفرجها على الدولفين المتجمد، وبتبقى مش قادرة تستوعب الفكرة أصلا. وبتقابل الدكتور المخترع وبيتكلم معاها، وبيعرفها إن الاختراع سهل وبسيط ومضمون ومفيش منه أي خوف، وبيحكي لها عن الأسماك اللي في القطب الشمالي، وبيعرفها إنها متجمدة بسبب البروتين المقاوم للبرودة، وبيفهمها إنه صنع منه مصل يحافظ على برودة الدم في الجسم، وبيطمنها من نجاح التجربة. وبتشوف البطل وهو بيتفرج على فيديوهات البطلة وبيبقى شايفها جريئة، فبيدخل عليه المساعد وبيقول له إن البطلة رافضة تشترك في التجربة بس هتسأل حد متخصص. وبتشوف البطلة هي وأصحابها قاعدين مع عرافة، وبتسألها إنها هتوافق على شغل جديد ولا لأ. فبتعرفها العرافة إنها شايفة أيام برد داخلة عليها وبعد كده الدنيا هتحلو معاها، وبتقولها توافق، وبتفهمها إنها هتقابل حب عمرها بعد 20 سنة. فبتتخض بطلتنا من الكلام ده، والبطل بيسأل المساعد بتاعه لو البطلة ليها حبيب، لأنه بيبقى خايف حبيبها يلعب في دماغها ويخليها ترفض. فبيقول له المساعد إن ليها حبيب كان بيجي معاه حلقات البرنامج، وبيبان على المساعد إنه خايف من التجربة، وبيرد عليه لو ما يعملش التجربة دي لأنه بيبقى مش مقتنع بيها. فبيزعق البطل معاه وبيقول له إنه ما يستاهلش يبقى المساعد بتاعه، فبيرجع في كلامه وبيعتذر له، وبيعرفوا إن بطلتنا راحت تسأل عرافة. وبعد كده بيخرج بطلنا مع حبيبته وبيروحوا السينما، وبيشوف بطلتنا مع حبيبها وبيدخلوا نفس السينما. وبتشوف بطلنا مع حبيبته وهم مروحين، وبتسأله ليه على طول عايش حياة صعبة وبيعمل حاجات محدش يقدر يعملها. فبيعرف إنه بيعمل اللي قلبه يقوله عليه مش عقله، زي حبها كده قلبه هو اللي اختارها. وبيبان على حبيبته إنها خايفة عليه من التجربة، فبيلبسها خاتم وبيودعها وبيمشي. وبنروح لتاني يوم بتاع التبريد، وبنشوف مساعد البطل وهو في المختبر مستني ال 24 ساعة يعدوا عشان يصور لحظة الذوبان. وبيمشي في المختبر فبيلاقي كابينة فيها واحد غير البطل والبطلة، بس بيجي المخترع وبيزعق فيه لأنه طلب منهم هو والمصور ما يتحركوش من مكانهم، فبيعتذر وبيخرج من المكان. والمخترع بيكون واقف قدام الصورة وبيفتكر الطبيب بتاعه اللي علمه في أمريكا وهو بيتقتل على إيد عصابة، وبيجري عليه بس مش بيلحقه. وبيكون في واحد ماسك ولاعة وبيحدفها على المخترع وبيولع الأوضة بيهم. وبنرجع تاني وبنشوف البطل قبل التجربة بتاعة التبريد وهو بيشرح للمدير بتاعه على التجربة، وبيبقى مش مقتنع قوي بيها، وبيكون عايز يركز في البرامج الترفيهية والتجارب التافهة اللي بيصورها البطل ومش عايز تجارب وثائقية. فبيعرفوا بطلنا إنه هيعمل التجربة دي مهما حصل، وبيقوله إن التجربة لو نجحت هياخد من وراها فلوس كتير جدا. بس المدير بيكون خايف من حاجة تانية، وبيقوله إن المخترع ده ليه أعداء كتير بتهاجم التجارب بتاعته، وبيكون خايف حاجة تحصل والحكومة تتدخل. فبيتعصب عليه البطل وبيرمي الورق في وشه، وبيعرفوا إن الإعلام الحر مش بيخاف من الحكومة ولا السلطة، وبيقوله إن مستخبي ورا الكرسي وهو اللي هيكون مسؤول لو في أي حاجة حصلت. وبيعرفوا إن التجربة دي هتبقى أسطورية وهتنفع البشر والتاريخ هيتكلم عنها، وبيطلب منه يسمع كلامه، وبياخد المساعد بتاعه وبيمشي. وبيسأل المساعد بتاعه على بطلتنا،
وبيبقى عايز يقابلها ويكلمها بنفسه. وبتشوف بطلتنا وهي في الجنينة مع أصحابها بيتصوروا، فبتشوف حبيبها مع واحدة تانية في وسط البحيرة، وبتجري عليه وبتركب بدال البحر وبتجري عليه ومعها أصحابها، وبيفضلوا يقربوا منه، وهو لما بيشوفهم بيجري منهم. بس على مين؟ البطلة بتنط على البدال وبتطيره بالرجل في وشه، وبيبقى بطلنا واقف بيتفرج عليهم. وبعد كده بيروح مع حبيبها على القسم وبيتنازل على المحضر لأنه بيكون هو الغلطان. وبنرجع تاني للمختبر وبتشوف المخترع وهو واقف عند البطل والبطلة وبيكونوا متجمدين، ومساعد التصوير وزميله رايحين في السابعة نومة، وبيروح المخترع يقفل الشباك. ساعتها بنشوف راجل شكله غريب كده واقف بره في الجنينة بيراقبه. وبنرجع لبطلنا قبل التجميد وهو بيقنع البطلة بالتجربة، وبيلاقي كلامها وأفكارها زيه بالظبط، فبيعرفها إن التجربة دي هتنقذ ناس كتير من الأمراض. وبتفتكر أخوها اللي عنده توحد وهي بتدور عليه لأنه بيكون اتأخر عليها، فبتلاقيه مربوط في عمود وبيبقى أصحابه بيضربوه بيتنمروا عليه. فبتوافق إنها تعمل التجربة، لكن بيعرفها إنها تحرض باباها ومامتها ولو ما وافقوش ما تعملهاش. وبنرجع نشوف المخترع وهو داخل المختبر وبيبان على وشه الخوف، وبيطلب من مساعد التصوير إنه يخرج بره. فبيعرفوا إن فاضل 2.5 ساعة على الدوبان ولازم يصوروا، فبيقول لهم إنه هيخرج وهيرجع قبل الميعاد. وقبل ما يخرج بيعرف المساعد بتاعه وبيطلب منه محدش يقرب من المختبر، وبيقفل المختبر وبيمشي. وبنشوفه وهو ماشي وبيبقى وراه عربيات بتراقبه، لكن بيقدر يهرب منهم، بس لما بيدخل في شارع جانبي عربيته بتنفجر. وفي المختبر بنشوف مساعد المخترع وهو مش عارف يعمل ايه، خصوصا ان الوقت عدى واشتغل انذار قوي. فمساعد المخرج بيدوس على زرار وبينقل حجر التجميد تحت الارض، واهل البطل بيكونوا في الشرطة بيدوروا على ابنهم لانهم عرفوا انه اختفى. فبيروح مساعد البطل للمدير وبيهدده ان مفيش اي حاجة من اللي اتصورت دي تظهر. وبيروح المدير يقابل حبيبة البطل وبيخليها تسكت مقابل إنها تبقى مذيعة أساسية في نشرة الأخبار. وفعلا بتوافق وبتطلع تعرض الأخبار وبتتكلم عن البطل إنه اختفى. وبتشوف المخترع وهو نايم على أجهزة، وبيبقى المساعد بتاعه مخبيه وبيعالجه من الحادثة اللي حصلت. وبنرجع قبل الحادثة وبتشوف البطل وهو قاعد مع عيلته، وبتكون عيلته غنية جدا وعنده أخ وأخت، وأخوه بيكون عازف بيانو. وبتشوف مامة البطلة وهي منهارة بسبب اللي حصل لبنتها، لكن بيجيلهم جواب في شيك، وجواب بيعرفهم إن بنتها في تجربة وإنها متجمدة وسايبة لهم الفلوس دي، بس لو حد عرف إن بنتهم لسه عايشة ممكن حياتها تبقى في خطر. فأهلها بيستسلموا للأمر الواقع وبيسكتوا، وعيلة البطل بيكونوا هيتجننوا عليه وعاملين ورقة عليها صوره وبيوزعوا في الشارع، غير إن الشرطة بتدور معاهم. وبنروح لعيلة البطلة اللي بيعزلوا البيت تاني أكبر جنب بيتهم، وبتعدي السنين ولسه أهل البطل بيوزعوا ورقة عليه صوره على أمل إنهم يلاقوه. والشركة بتبقى قفلت قضية البحث عنه لأنه بيكون مر عليه 20 سنة على الاختفاء. والمساعد والمدير بيكون شكلهم اتغير، والمدير اترقى في شغله، حتى حبيبته بقت مذيعة مشهورة قوي. ومساعد المخترع وهو في الشغل بيجيله إنذار إن المخترع فاق، وبيقوم وبيطلع النص اللي هيحقنهم بيه عشان يفكهم من التجميد. وبعد ما بيفك البطل والبطلة بيقع وبيدخل في غيبوبة. وبتشوف البطلة وهي ماشية وبتبقى مش قادرة تتحرك وبيغمى عليها، وبيفوق البطل وبيتمسك وبيخرج في الشارع وبيمشي بصعوبة لحد ما بيغمى عليه، وبينقلوه المستشفى لأن حرارته بتكون مرتفعة جدا. ومساعد المخترع بيجي وبيلحق المخترع، والدكاترة بيكونوا بيلحقوا البطل، لكن بيلاقوا حرارة جسمه مختلفة 31 درجة ونص، وبيبقوا مصدومين إن في شخص طبيعي بالدرجة دي. وبتكون بطلتنا في اللحظة دي ماشية في الشارع وبتطلع تركب الأتوبيس وبتكون مش قادرة تمشي، وبيفوق البطل وبيطلب منهم يسيبوه عشان عنده تصوير، وبيقول لهم اتصلوا على المساعد بتاعه يكلمه. والمساعد ما بيبقاش مصدق إن البطل بيكلمه غير لما بيسمع صوته بيكلمه بنفسه. وأهل البطل بيوصلوا بسرعة على المستشفى وبيبقوا مش مصدقين إنه لسه عايش، وبيغمى عليه وعليهم من الصدمة لأن ملامحه مش بتتغير. وبيتصل المساعد بالمدير وبيعرفوا إن البطل فاق ورجع، فبيبقى مش مصدق أصلا إنه لسه عايش. والبطلة بتكون في بيتها وبتعرف إن عيلتها مش هناك وسابوا البيت من زمان، فبتروح للقسم علشان تدور على عنوان أهلها، وبتعرفوا إنها خرجت امبارح ورجعت ملقتش أهلها. فبيبقوا مستغربين من شكلها وبيسألوها على رقم مامتها وبيطلبوا بطاقتها، فبتطلع حاجات من الشنطة وبتبقى حاجات قديمة قوي. ولما بيشوفوا بطاقتها بيعرفوا إن عندها حاجة و40، لكن بيبقى باين على شكلها إنها صغيرة. وبيعرفها إن رقم مامتها ده مش بيرد، فبيتصل بيها تاني وبتسيب لأهلها رسالة صوتية وبتطلب منهم يجوا ياخدوها لأنها في القسم. ومامتها بتسمع الرسالة وبتنهار، وبتعرف أخوها وباباها إنها عايشة، فبيروحوا على القسم وبيعرفوا إنها راحت على الجامعة عشان تقابل صحابها، فبيروحوا وراها.
وبتشوف المساعد والمدير وهما رايحين للبطل وبيطلب منه ما يعرفش أي حد إنه راجع للحياة، والبطل بيفوق وبيبقى مصدوم من ملامح وشهم، وبيكون مستغرب إن باباه شكله صغر عن الأول، بس بيعرفوا إنه يبقى أخوه مش باباه، وبيبقوا مستغربين إن شكله ما اتغيرش. وبيدخل المساعد والمدير وبيكونوا مصدومين هما كمان من شكله، والبطل بيبقى ولا كأنه في حلم. في نفس الوقت البطلة بتكون في الجامعة وبتشوف يافطة مكتوب عليها 2019، فبتبقى مصدومة من التاريخ وبتسأل على التاريخ، فبتعرف إنه اتغير ومر 20 سنة. وبيجري البطل في المستشفى وبيتصدم هو كمان من التاريخ، وبيجي المدير والمساعد وبيسأل على حبيبته وبيعرف إنها بقت مذيعة مشهورة. والبطلة بتكون شايفة التكنولوجيا في كل مكان وإن الزمن اتغير بكل اللي فيه، وبيوصلوا أهلها للجامعة ومش بيلاقوها، وبتسمع صفارة أخوها وبتكون جايبها له قبل ما تختفي، وبتلاقيه قدامها بس وهو شاب وبيكون شكله متغير، فبتجري عليه وبتعرفه وبيشيلها على كتفه زي ما كانت بتعمل معاه وهو صغير. وفي الوقت ده البطل بيكون مع عيلته وبيكون مصدوم من شكلهم كل ما بيشوفهم، وبتجري عليه مامته وبتضرب المساعد بتاعه لأنه كان مخبي عليها إن ابنها في تجربة تجميد. وبيتكلم مع أخته بيعرف إنها اتطلقت من جوزها، وبيبقى ضابط شرطة بس بتبقى على تواصل دايما معاه، وبيطلب منها تجيب عنوان البطلة لأنه بيكون عايز يطمن عليها. وبيروح على العنوان بس مش بيلاقيها، وبتشوف البطلة وهي مع أهلها وبتعرفها مامتها إن عيشتهم ارتاحت وعملوا فلوس كتير قوي بسبب التجربة بتاعتها والفلوس اللي سابتها لهم. وبيطلع إنها قبل التجميد سابت جواب وفلوس لمساعد المخترع، وطلبت منه لو حصل حاجة يدي الفلوس لأهلها. وبتدخل الأوضة بتاعتها وبتلاقي كل حاجة زي ما هي. وبيروح البطل مع أهله وبيبقى عندهم مطعم للفراخ المقلية، وبيكون أخوه متجوز وعنده بنت، وبيبص على صورة باباه وبيعرف إنه مات بعد اختفائه. وصاحبة البطلة بتبقى متجوزة من حبيب البطل القديم وبتبقى مخلفة منه ولد، لكن بيبقى لسه مهووس بحب البطلة وبيفضل يكلم مراته عنها وبيسألها لو تعرف عنها حاجة، فبتقوله إنها من ساعة ما سافرت وهم ما يعرفوش عنها حاجة. وعيلة البطل بيكونوا بيتكلموا عليه وبيبقوا مش مصدقين شكله، فبتعرفهم أخته إنها شاكة يكون مستنسخ ومش أخوها. والبطل بيكون بيتفرج على صورة باباه وبيكون زعلان إنه مات، وبيلاقي أخوه قدامه فبيفتكروا باباه بسبب شكلهم القريب. والبطلة بتكون بتتغدى مع عيلتها وبتعرفهم إنها عايزة تشتغل وتكمل في الجامعة، وبيبقى باين على وشها إنها بتخطط لحاجة. وبنرجع للبطل اللي بيكون في المختبر وبيبقى رايح يدور عليهم، وبيقابل مساعد المخترع وبيعرفوا اللي حصل قبل إذابة التجميد بساعتين، وبيسألوا إزاي فاقوا، فبيدخلوا غرفة فيها المخترع، وبيكون لما فاق فقد الذاكرة تاني، وبيعرفوا إزاي قدر ينجو من الحادثة. وبيبقى البطل متأكد إن الحادثة بسبب تجربة التجميد. وبيروح البطل على شغله وبيلاقي الوضع متغير، وبيقابل المساعد بتاعه وبيطلب إنه يشوف حبيبته، فبيتصل بيها وبيطلب يقابلها، لكنها بتدخل ومش بيعرفها لحد ما معجبة بتيجي تسلم عليها وبيسمع اسمها وبيتعرفوا على بعض، فبتعيط وبتفضل تتكلم معاه وبتتأسف له إنها ما قدرتش تعمل حاجة. وبتشوف مساعد المخترع في حجرة التجميد وبيبقى واقف جنب واحد متجمد، وبيجي عليه زميله وبيسأله لو هيقدر يرجع درجة الحرارة للبطل والبطلة لأن درجة حرارتهم بتبقى مختلفة عن البشر، فبيقوله إنه لسه مش عارف يوصل لحاجة. وبيشوف الدولفين اللي كان متجمد بات بسبب الحرارة، وبتبقى حياة البطل والبطلة في خطر. في الوقت ده البطلة بتكون رايحة للقناة عشان تقابل اللي كانوا السبب في تضييع 20 سنة من عمرها، فبيشوفها مساعد البطل وبيبقى خايف منها بس هي مش بتعرفه. وبتقابل البطل ولما بتشوفه بتروح وبتضربه بالقلم، وبتعيط وبتطلب منه يرجع لها 20 سنة اللي ضاعوا، فبياخدها وبيخرجوا من المكان، وبيتكلم معاها وبيعرفها إن اللي حصل ده حصل لهم هما الاتنين، وبتبقى عايزة إنه يعوضها على السنين اللي ضاعت من عمرها، فبيعرفها اللي حصل وبيفهمها إنه كويس إنهم رجعوا للحياة من تاني، وبيطلب منها يقفوا جنب بعض ويعدوا من اللي حصل لهم. وبتروح البطلة الجامعة وبتكمل دراستها، وبيشوفها حبيبها القديم وبيبقى مش مصدق نفسه وبيفضل يراقبها من بعيد. والبطل بيكون مع عيلته وبيبقى مستغرب من حياتهم، وبيعرف إنهم افتقروا بسبب إنهم كانوا بيدوروا عليه في كل مكان. وبيشوف أخته اللي بتبقى كل يوم بترجع شاربة، وبيروح الشغل تاني يوم وبيشوف المساعد بتاعه والكل بيحترمه وبيبقى مش مصدق. وحبيب البطلة بيوقفها ومش بيبقى قادر يتكلم معاها، فبتبقى البطلة مستغربة منه وبتسيبه وبتمشي، وبتروح على بيتها وبتفتح البريد الإلكتروني، فبتلاقي رسائل كتير من صحابها وبيكونوا متضايقين إنها سافرت من غير حتى ما تودعهم. وبتروح الجامعة وبتتعرف على صديق جديد وبيجيب لها حاجة ساقعة، وبيدخل المدرس اللي كان موقفها امبارح، فبتبقى مستغربة منه، وهو لما بيشوفها بيقع وبيبقى لخمة ومش بيقدر أصلا يدرس ولا حتى عارف يشرح. والبطل بيكون في الشغل وبيجي واحد عليه وبيفكره جديد وبيتكلم معاه بطريقة بايخة، فبيجي المساعد والبطل بيتكلم معاه وبيزعله قدام الكل،
وبيفضل يتأسف له، والكل بيستغربوا ازاي بيتعامل معاه بالطريقة دي، وبيتكلم معاه بيعرفوا انهم لازم يخفوا هو مين الفترة دي، لأن ما ينفعش حد يعرف انه المخرج ودخل تجربة التجميد. وهما بيتكلموا بتتصل البطلة عليهم وبتطلب تقابله هو والمدير، وبيبقى المدير مقلق منها ومش عايز يقابلها، وبتشوف المخترع وبيكون فاق من الغيبوبة، بس بيبقى عنده فقدان مؤقت للذاكرة ومش فاكر أي حاجة. وبيفضل المساعد بتاعه يحاول يفكره، وبيحط إيده في تلج وبيغمي عينيه وهو برضه مفيش. وبتروح البطلة تقابلهم وبتطلب منهم تعويض 70 مليون دولار على السنين اللي فاتت، بس طبعا الميزانية ما تجيبش ربع المبلغ ده، فبتطلب منهم تشتغل في القناة وبيوافقوا. وبنشوف البطلة وهي بتقابل أصحابها اللي بيتجننوا لما بيشوفوها، ومش بيبقوا مصدقين شكلها لأن بيبقى شكلهم متغير والسن بان عليهم، لكن هي زي ما هي، وبيفتكروا إنها بتستخدم منتجات تجميل أو عاملة عملية عشان شكلها يفضل صغير، بس هي ما بتعرفهمش أي حاجة عن الحادثة اللي حصلت لها. والبطل بيكون قاعد مع حبيبته وبيشوف مقالة مكتوبة عنه وإنه كان محبوس مع الفضائيين بسبب إنه رجع تاني بعد غياب 20 سنة وشكله ما اتغيرش. وبيروح على المختبر وبيشوف الراجل اللي في الكبسولة وبيسأل على المخترع بس مش بيوصل لحاجة، فبيروح على طريق أخته في الشرطة وبيساعده وبيديله بعض المعلومات عن الحادثة اللي حصلت للمخترع، وبيعرفوا إن القاتل ده هو اللي قتل البروفيسور زميل المخترع. وبيظهر واحد شكله زي الراجل اللي في غرفة التجميد وبيسأل عن المخترع وبيبقى عايزه عايش، وباين كده إن الراجل ده ورا حكاية. والبطل بيتصل على البطلة وبيسألها على درجة حرارتها، وبيعرف منها لو كانت تعبانة ولا حاجة، فبتقوله إن جسمها وجعها وبتفضل طول ما هي قاعدة بتشرب في تلج. وبيرجع البطل على الشغل وبيعرف إن المساعد بتاعه لما اختفى رفض إنهم يبلغوا الشرطة عن تجربة التجميد لأنه كان متهدد بالطرد من شغله، وكان في الوقت ده ما يقدرش يفتح بقه بسبب المدير. وبيروح البطل لحبيبته وبيعاتبها إنها ما سألتش عنه وعملت زي كل زمايله اللي عارفين إنه في غرفة التجميد، بس هي بتفضل تعيط وبتقوله أنت اللي اختفيت وهي ما قدرتش تعمل حاجة. وبيبقى شايف إنها باعته بسبب المنصب اللي هي فيه حاليا، فبتعرفوا إنها مش متجوزة وفضلت تستنى فيه طول السنين اللي فاتت. وبنشوف البطل والبطلة بالليل وبيكونوا مش عارفين يناموا بسبب حرارة جسمهم لدرجة إنهم بيحطوا وشهم في الفريزر. وبتروح البطل عشان تستلم شغلها الجديد مع البطل وبيسألها لو كانت بتتعب فجأة ولا حاجة، فبتقوله إنها مش بتعرف تنام من غير مروحة وعلى طول جسمها عرقان وحرانة، فبيقول لها إنها لازم تحافظ على درجة حرارتها لأن بيبقى خطر عليها، وتتجنب الأماكن السخنة أو أي حاجة سخنة أو مجهود لأن جسمهم لو سخن أو درجة الحرارة اتغيرت كده ممكن يموتوا. وتاني يوم بيبقى البطل ماشي بعربيته وبيلاقي 2 بعربية ماشيين وراه، فبياخد باله وبيكسر عليهم، بس بيعرفوا إنهم ماشيين عادي، ده حتى ما تعصبوش لما كسر عليهم، فبيعرف إنهم بيكذبوا. ولما بيمشي الراجل اللي بيراقب البطل بيتصل بالراجل وبيعرفوا إن البطل حس إنه بيتراقب، وبنشوف الراجل اللي مش سالك ده وبنعرف إنه عاوز يوصل للراجل اللي في كبسولة التجميد وبيكون نسخة منه، ومش عايز أي حد يعرف إنه بيراقب البطل عشان يقدر يوصل لهم بسرعة. وبيروح البطل بمساعد المخترع وبيعرف إن في ناس بتراقبه، وبيبقى مش عايز المخترع يفضل في المكان ده لأن كده هيبقى خطر على حياته، فبيقرر ياخده يقعده في مكان تاني. وأهل البطلة بيروحوا لأهل البطل وبيقعدوا معاهم وبيعرفوهم بنفسهم، وبتعرف منهم مامة البطل إنهم كانوا عارفين بنتهم فين طول الوقت اللي فات، لكن ما كانوش يقدروا يجوا يعرفوهم عشان حياتهم كانت في خطر. فبتتعصب مامة البطل وبتبقى مش طايقة المخترع وبتشتم عليه وبتبقى عايزة لما تشوفه تموته. وبعد ثواني بيدخل البطل ومعاه المخترع وبيبقى هيشتغل في المطعم بتاع أهل البطل، وبالليل هيبات مع أهل البطلة. وبيروح البطل للمدير وبيتكلم معاه وبيطلب منه يتكلم في مؤتمر عن التجربة بتاعته، وبيعرض عليه فلوس وبيبقى عايز يساعده عشان خاطر أهله وبيديله عربيته الخاصة. وبتشوف البطلة وهي بتحاول تجيب حاجة تشربها بس مش بتبقى عارفة تتعامل مع الاختراعات الجديدة، فبيروح زميلها وبيساعدها وبيكلمها البطل وبيسمعه وهي بتغازل صديقها وبتروح تتغدى معاهم. وبعد شوية بيجي البطل على الجامعة عند البطلة وبيشوفها وهي قاعدة مع زميلها وبيبقى وراه الناس اللي بيراقبوهم، وبيقابل البطل صديق ليه من زمان وبيتبسط إنه شافه. وبعد كده بياخد البطلة وبيروح معاها عشان تقابل صاحبها، وبعدها بيسيبها وبيروح في عربيته وبيجيله اتصال من طريق أخته وبيعرفوا إن رقم العربية اللي بعتها له ما قدروش يوصلوا لصاحبها. وبتشوف المخترع وهو قاعد في المطبخ بيقشر بصل وبيبقى طالع عينه، والبطلة بتفضل تكلم البطل من التليفون اللي جابهولها وبتبقى فرحانة بيه قوي، وبياخد منها مقترحات الشغل اللي عايزاه يتعرض وبيبقى مش موافق عليه، وبيطلب منها تراجع شوية أوراق وبيعرف إن المخترع عنده في البيت وبيطلب منها تروح معاه.
وفعلا بتنزل معاه، بس لما بيوصلوا للعربية بيتخطفوا وبيبقوا قاعدين في تلاجة لحمة، وبيدخل عليهم الراجل اللي خطفهم وبيكون سقعان ومستغرب إنهم مش متأثرين بالتلج، وبيضربوه وبينزلوا من العربية. والراجل لما بيشوفهم بياخد العربية وبيهرب، وبيمشوا بس بيتعبوا من درجة الحرارة، والبطلة بيغمى عليها فبياخدها البطل وبيجري بيها لحد ما بيوصل المستشفى، وبيطلب منهم ينزلوا حرارتها من غير ما يكشفوا عليها. وحرارتها بتنزل، وبيجي اتصال ليه من حبيبته القديمة وبتطلب منه يستعد عشان المؤتمر اللي هيتذاع على الهوا. وبتشوف البطل وهو في البرنامج وبيجهز، وبتيجي حبيبته تمسك ايده فبيزق ايدها وبيبقى مش طايقها، وبتسأله المذيع وبيحكي كل حاجة حصلت معاه من أول ما دخل الكبسولة لحد ما خرج. وبيطلع البطل على المستشفى وبيبص على البطلة وهي مروحة وبتبقى شايفة وهو ماشي. وبيروح البطل يقابل مساعد المخترع، وبيعرفوا إن لقى الحل لعلاج حرارة جسمهم، بس المخترع الوحيد اللي عارف تركيبة اللقاح. وبتشوف الإعلام وهو بيتكلم عن التجربة بتاعة البطل، وبتبقى قلب العالم كله. وبيجي اتصال للبطلة من صاحبتها وبتعرفها إنها عرفت إنها كانت في التجربة بتاعة الكبسولة. وبتشوف الصحافة وهي مع مساعد المخترع فبيعرفوا إن هو مات، وهو الوحيد اللي كان عارف عن التجربة دي. والراجل المستنسخ بيبقى عاوز واحد يقتل البطل. وبتشوف الشرطة وهي بتحقق مع المتهمين اللي خطفوا البطل، بس بيبقوا مش عارفين الأوامر بتجيلهم منين، وكل تعاملهم بيبقوا بريد واتصال ومش بيوصلوا لأي حاجة. وصاحب البطلة بنعرف إنه ابن صاحبتها وابن حبيبها السابق، وحبيبها السابق بيعرف إن البطلة كانت في التجربة، وبيبقى فاكر إنها عملت كده بسببه لما قفشته بيخونها. وبنروح للبطل هو بيلبس البطلة ساعة عشان يشوف درجة حرارتها وضربات قلبها، وبيلبس هو كمان واحدة زيها وبيديلها حقنة لتنزيل الحرارة، وبيطلب منها أول ما تحس بحمى تاخد الحقنة دي بسرعة وتفضل معاها الحقنة في أي مكان. والبطلة بتقابل حبيبها القديم في الجامعة وبيعرفها بنفسه وبيتأسف لها عشان بسببه دخلت تجربة التجميد، وبيعترف لها بحبه، وبتعرف إنه متجوز فبيقول لها إنه هيسيب مراته بسببها، وبيحاول يقرب منها فبتمسكه تضربه وبتروح مركز الشرطة، وبيطلب من الشرطة إنها تمشي وبيتنازل عن حقه، وبيفضل يقول إنه بيحبها. وبيجي البطل لما بيعرف إنها في القسم وبيتخانق معاها عشان بيفكر إنها متعودة تضرب الناس، ولما بتعرف إنها ضربت حبيبها السابق بسبب إنه حاول يتقرب منها فبيتعصب وبيدخل هو يضربه. ولما بيشوفه بيفضل يزعق فيه لأنه السبب إنه دخلها التجربة دي، وبيبقى معتقد إن هو اللي بوظ بينهم، وبيفضلوا يضربوا بعض. وبعدها بياخد البطل البطلة في إيده وبيمشي. وبنشوف مطعم مامة البطل وبنت أخوه بتدخل وفي إيدها دولفين بتلعب بيه، وبتروح تهزر مع المخترع، ولما بيشوفه بيفتكر جزء من الذاكرة. وبنشوف المستنسخ وهو في المطعم وبيبقى جاي يراقب البطل، وبيشوف المخترع وبيتخض وبيجري يستخبى. وبتروح البطلة تقابل أصحابها وبتحكي لهم عن حبيبها السابق وإنه حابب يرجع لها، وهي بسكته رنته علقة، وبتتعصب مراته من كلامها وبتدخل الحمام، وبتعرفها صاحبتها إن صاحبتهم تبقى مرات حبيبها السابق. وبنشوف المخترع وهو في المطبخ بيقشر بصل، ومامة البطل بتبقى مشغلاه عبد عندها. وبيجي البطل وبيعرفوا إن من دلوقتي الشرطة هتبقى معاه في أي مشوار لأن حياته في خطر، فبيقول للمخترع إنه حاسس إنه عمل حاجة كبيرة غلط. وصاحبة البطلة بتبقى قاعدة ومستنية جوزها، وأول ما بيدخل بتطرده من غير حتى هدومه. وبيجي اتصال للبطل من المساعد بتاعه وبيبقى شارب وبيفضل يشتم فيه، فبيروح مكان ما قعد وبيروح يقعد معاه، وبيعرضوا في النشرة أخبار عنه. وبيجي اتصال ليهم من واحدة وبتطلب منهم بدل ما يتريقوا عليه يدوله فلوس بمدة التجميد كمكافأة بسبب إنه ضيع كام سنة من عمره. وبيبقى عارف البطل صوت المتصلة دي وهي البطلة، وبيخرج من المكان بعد كده والناس كلها بتاخد بالها إنه هو. والبطل وحبيبته بيقعدوا يتكلموا مع بعض، وبتطلب منه إنهم يواجهوا بعض بكل حاجة هم زعلانين منها ويديلها فرصة تاني يقربوا من بعض. وبتدخل عليهم البطلة فبتعتذر وبتمشي، وبتفتكر إنها حبيبته، وبين كده إنها بتغير عليه منها، وبتبقى ماشية سرحانة لدرجة إنها بتتخبط في راسها. وبتشوف مساعد المخترع وهو راكب عربيته، وبيجي اتصال وبيبقى لازم يرجع المعمل ياخد حاجة، فبيشغل عربيته لما بينزل بتفرقع وبيبقى هو المقصود. وبتقابل البطل بيسألها مشيت ليه على طول، وبيعرفها إنها صاحبته مش أكتر، وبيسألها على حقنة الحرارة وبيفكرها إنها لازم تكون معاها. والبطلة بتقابل صاحبتها اللي اتجوزت حبيبها وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عنه، وبتعرفها إنها حبته عشان كده اتجوزته. وبيجي اتصال للبطل وبيروح يقابل مساعد المخترع، وبيعرف إنه كان هيتقتل، وبيكونوا قلقانين لأنهم بيقربوا من الخطر ده. وبتشوف المستنسخ وبيبقى متضايق إنه مقدرش يقتل المساعد، وبيرفع عليه السلاح وبيهدده. والبطلة بتكون مع حبيبها السابق في لجنة في الجامعة وبيحققوا معاهم علشان وقعت الضرب، فبيعترف حبيبها السابق إن هو اللي غلطان وحاول يضايقها عشان كده ضربته، وبيقول لهم إنها حبه الأول. وبيعرفوا إنهم كانوا مع بعض من إعدادي في المدرسة، وبعدها بيسيبهم وبيمشي. وبتشوف البطل وهو عامل اجتماع وبيبقى بيقترح على فريقه
إنه هيعمل برنامج عن الحياة القديمة، يعني اللي عندهم 47 سنة هيرجعهم لسن ال27، وبيعمل برنامج لسنة 1999، ومطلوب منهم يجمعوا تيم بس بالأربعينات ويشيلوا كل التكنولوجيا ويرجعوا الزمن، وبيطلب من البطلة إنها تروح معاه علشان يشوفوا مكان التصوير. وبيخرج تاني يوم البطل مع البطلة وبيصوروا الأماكن اللي هيصمموا فيها البرنامج، وبيدخلوا جوه الغابة، بس درجة الحرارة بتبقى صعبة ومش بيقدروا يمشوا كتير، غير إنهم بيضيعوا الطريق. وبتتعب البطلة وبتبقى درجة حرارتها مرتفعة قوي، فبيفتح شنطتها عشان يديها الحقنة بس مش بيلاقيها، فبيقرر يديها الحقنة بتاعته. وبعد كده بيغمى عليه، ولما بتفوق بتلاقيه مغمى عليه، وبتفضل تعيط لحد ما الدنيا بتمطر وحرارته بترجع تاني. ومن فرحتها بيه أول لما بيفوق بتقرب منه، وبتبقى مكسوفة هي ازاي عملت كده، وبيبقوا مش قادرين يبصوا في وش بعض. وبيتصل الشرطي وبيعرف البطل إن الشخص اللي شاكك فيه هو اللي بيحاول يقتل مساعد المخترع، وبيبقى في واحد بيتجسس عليهم. وبتشوف حبيب البطل السابق بيدور على النت على شقة يسكن فيها، فبيلاقي باباها عارض أوضة على السطح، فبيفرح قوي بيقرر يروح يسكن هناك. وبيتعزم البطل مع المدير وبيعرفوا على راجل مهم قوي في القناة، وبيعزموا في مطعم غالي قوي، وبيدخل عليهم يشاركوا في أكلهم المستنسخ. ولما البطل بيشوفه بيفتكر الراجل اللي في الكبسولة، وبيبعت البطل رسائل للبطلة وبيعرفها إنها ما كانتش فاقت لما بسته، وبيعتذر وبيعرفها لو خدت حقن تنزيل الحرارة ما تاخدهاش تاني وتحاول تحافظ على درجة حرارتها. وبيجي اتصال للمذيعة من واحدة وبتطلب منها تقابلها هي والبطل عشان تعرفوا مين اللي عايز يقتل مساعد المخترع، فبتبعت للبطل وبتقول له اللي حصل، وبيبقوا مستنيين الست دي تيجي تقابلهم. وبتنزل البطلة وبتقابل صاحبتها وأختها، وبتطلع العرافة اللي سألتها زمان دي وإنها تابت. ولما بتشوفها بتفرح، وبتشوف البطل فبتعرف إن ده حب عمرها اللي قالت لها عليه. وبيروح البطل المختبر وبيشوف مساعد المخترع، وبيعرف إن حقنة الحرارة دي مش هتنفعهم بعد كده، لأنهم هياخدوا منها مناعة، ولو جسمها ما بقاش حرارته طبيعية كده هيموتوا. وبتيجي رسالة البطلة من صاحبتها وبتطلب منها مبلغ، فبيجمعوا معاها مبلغ صغير وبتروح تحوله لها. وبعد كده بتكلم صاحبتها وبتعرفها انها بعتت مبلغ صغير، فبتقول لها صاحبتها انها ما طلبتش فلوس اصلا. وبتروح للشرطة وبتعرف انه اتنصب عليها وان كده في حد مهكر تليفونها، فبتروح تشرب لحد ما بتتعب. وبيلاحظ البطل ان حرارتها بترتفع، فبيروحها بسرعة وبينزل يجيب لها ايس كريم. وبتروح البطل الاجتماع وبتدخل ومش بتسلم على الكاتبة اللي معاهم، وبتكلمها بطريقة بايخة، فبيعرفها البطل إنها لازم تكسبها لأنها بتكتب حلو ومش عايزين يخسروها. وبيفهمها إنها بتحب فرقة BTS، وبيروح الاجتماع وبتقترح عليهم إنهم عايزين فرقة، فبتعرفهم البطلة إنهم ممكن يجيبوا BTS وبتبقى ميزانيتهم عالية، غير إنهم مش في كوريا حاليا بس بيعجبوا فكرتها جدا. وبيجي اتصال للمذيعة وبتعرفها الست إنها بعد 30 دقيقة هتكون عندها، وبتطلب منها إن البطل يكون حاضر، فبتروح تجيبه وبيستنوها بس بتتأخر. وبتشوف الست وهي في العربية وبيجي حد يوقف عربيتها وبيخطفوها، فبتتصل على المذيعة وبتقول لها انقذي جوزي هو في كبسولة التجميد. وبيبقوا مش فاهمين قصدها ايه، وبتشوفها وهي مع المستنسخ وبيبقى عايز يقتلها، فبتطلب منه يسيبها هي وجوزها يعيشوا زي الميتين ويبعدوا عنه. وبيطلع ان ده اخوه التوأم، وبيبقى واخد اسمه وكل ثروته لانه بيبقى اغنى منه. وبيجي اتصال لصاحب البطلة وبيعرف انه اتقبل في الشغل معاها، وبينزل يشوف مامته فبتعرف انها تتطلق هي وباباه، وبيبقى ما عندهوش مانع انهم يتطلقوا، وبيقول لها لو راحتها في الطلاق تسيبه وتتطلق. وبيجي اتصال للبطلة وهي مع البطل من صديقها، وبيعرفها انه هيشتغل معاها، وبيقول لها انها وحشاه. وبيبقى البطل سامع كلامهم وبيكون غيران ومتضايق جدا، وبيوصلها البيت وبيشوف حبيبها السابق معاه، وبيتعصب. ولما بيدخل جوه بيعمل فيديو وبيفضل يشتم على البطل فيه، وبيعرف انه هيسيب مراته علشان حبيبته. وبيبقى في ايده حتة حديدة وبيطيره من ايده فبتقع على راس المخترع. والبطلة بتتمشى في البيت وبتطلع السطح، فبتلاقي حبيبها السابق ساكن فيه، وبتتصل على مراته وبتعرفها انه عندهم، وبتيجي وبتطلع تضربه بالطاسة. والفيديو بينتشر بتاع حبيب البطلة، والكل بيتكلم عن البطل انه ماشي مع مراته، وبيبقى عامل له سمعة على الفاضي. وبيروح يتكلم معاه بيفكر انه جاي يضربه، بس بيبقى جاي يتكلم معاه. وبتشوف المذيعة البطل والبطلة وهم مع بعض، وبتبقى شايفة اهتمامه بيها، فبتبقى شاكة ان في بينهم حاجة. وبتنزل مقالة عن البطلة وبيبقى مكتوب فيها تجربتها عن التجميد، والكل بيعرف انها كانت متجمدة مع البطل في التجربة. والبطل بيبقى خايف عليها لان كده حياتها هتبقى في خطر، لان في ناس عايزين يخلصوا عليهم. وبيقول لها انه مش هيسيبها تتأذي. وبتشوف المخترع وهو رايح المختبر وبتبقى الذاكرة رجعت له، وبياخد اوراقه بيلاقي المساعد بتاعه، والبطل بيشوف بوست منزلها البطلة بتحكي فيه عن تجربتها في التجميد،
وبيروح البطل للمذيعة وبيطلب منها تذيع المكالمة بتاعة الست، يمكن حد يوصلهم بيها. والمخترع بيكون مع المساعد وبيسأله عن ذاكرته، وبتبقى الذاكرة ما رجعتلوش كلها، فبيطلب منه يقعد في المختبر يمكن باقي الذاكرة ترجع له. وبيعرفوا إن اللي خلاه يعمل حادثة هو أخو الشخص المتجمد، وبيقول له إنه مش هيعرف حد. وبتروح البطل على الشغل، ولما بتدخل الكل بيسقف لها على المنشورات اللي نزلتها في صفحتها وعن جرأتها. وبيشوف البطل البطلة مع صديقها وبيبقى متضايق قوي إنها واقفة معاه، وبيسأل المساعد وبيعرف إنه شغال معاه. وبتقعد البطلة مع زميلها وبتعرف منه إنه يبقى ابن صاحبتها، فبتبقى متوترة جدا. بيروح البطل استوديو التصوير وبيقابل زميله المصور اللي كان معاه أيام التجربة، وبيبقى مبسوط إنه شافه، وبيفهمه إنه مقدرش يتكلم عن التجربة لأنه كان متهدد من المدير إنه هيطرده. وبيسأله لو لسه معاه فيديوهات التجربة. وبتشوف البطلة وهي في الشغل وبيبان عليها التعب، والمذيعة بتتكلم عن التفجير اللي حصل لمساعد المخترع، وبتعرض صوت الست وبتطلب أي حد يعرف صوتها يبلغهم. وبيروح البطل يدور على البطلة فبيلاقيها نايمة في الشغل، فبيتكلموا مع بعض وبيعترف لها بحبه زي ما هي بتحبه. والمخترع بيكون ماشي وبيبقى ورا واحد وبيخطفه. وصديقة البطلة بتحكي لابنها إن البطلة تبقى حبيبة باباه الأولى، فبيبقى باين كده إن هو كمان بيحبها. وبيطلع أوضته وبيفضل يعيط. وبتشوف المخترع وهو مع المستنسخ وبيهدده بحياته إن لو أخوه ظهر والتجميد اتفك عنه هيقتله، وبيبقى عايز يخلص عليه عشان مش عاوز لأخوه يبقى وجود. وبيسيبه وبيمشي. وبيروح المخترع على المختبر وبيبقى الذاكرة رجعت له، والمذيع بيكلمها المستنسخ وبيطلب يشوفها. وبيجي اتصال للبطل وبيروح على المختبر وبيلاقي المخترع عايز يفصل كبسولة التجميد عشان ينقذ نفسه، بس البطل بيترجاه علشان ينقذهم، وبيطلب منه يراجع درجتهم الطبيعية عشان يقدر يتجوز البطلة ويعيشوا سوا طول عمرهم. وبيلاقي كاميرا مراقبة في الموبايل وبيطلب منه يعرفه الحقيقة وبيحكي له. وبيروح البطل للمذيعة وبيعرف إن المستنسخ ده ليه أخ توأم، واللي بيكون واخد اسمه، واللي في الكبسولة ده الشخص الحقيقي. وبيروح أخو البطل للشغل وبيبقى جاي يشوف أخوه، وبيعرف إن أخته بقالها كام يوم مختفية وعايشة مع واحد تاني، فبيروح عليها وبيتخانقوا معاها وبيرجعوا للبيت غصب عنها. وحبيب البطل السابق بتعمل معاه لقاء بخصوص البرنامج، ولما بيخلص بيقابل ابنه وبيطلب منه يروحوا يتكلموا سوا، وبيسأله لو البطلة أول حب ليه، فبيعرف إنه بيحبها، وابنه كمان بيعترف له بحبها. وبتخرج البطلة والبطل في أول ميعاد ليهم وبيبقوا مبسوطين جدا. وبتشوف البطل وهو بيصور البرنامج وبيعيد تجربة التسعينات، وبيشوف مدير التصوير مع صاحبة البطلة وبيبان كلهم كده إنهم بيحبوا بعض. وبتروح المذيعة تقابل المستنسخ وبتعرفه إنها عارفة حقيقته والكلام بينهم هيبقى سر، وبتحاول تساومه على حاجة عايزاها. وبيروح المستنسخ المختبر ومش بيلاقي جسم أخوه، فبياخده المخترع وبيمشي. وفي اللحظة دي بتشوف أخوه في المستشفى وبيبقى في أم التجميد، والبطلة بتتكلم مع البطل وهي بتكلمه بيقع وحرارته بترتفع. وبتروح البطلة جري على المستشفى وهي ماشية بتتعب بس بتكمل وبتوصل، وبتتصل المذيعة على البطل وبتعرف إنه في المستشفى، فبتروح على هناك وبتلاقي البطلة وبتشوف البطل مع المساعد وبتبقى حالته بتسوء، وبيعرفوا إن الترياق لو ما أخدوش في ظرف يومين حياتهم هتبقى في خطر. وبتيجي البطلة وبيلاقي على إيديها زي كده، وبيعرفوا إنهم لازم يلاقوا المخترع عشان ينقذهم، وبيطلب منها تروح ترتاح وما تخرجش في أي مكان. وبتشوف المذيعة المساعد وبتسأله عن حالة البطل، فبيعرف إن المخترع الوحيد اللي يقدر ينقذهم، وبتسأله فين أخو المستنسخ. وبتروح البطلة بتكلم كاتبة مشهورة وبتقولها تكتب قصة حياتها عشان لو ماتت ولا حاجة، وبتبقى عايزة كل الناس تقرا لأن بيبقى قدامها يومين وحالتهم هتسوء. وبتروح المذيعة وبتهدد المستنسخ إنه يرجع المخترع عشان يعالج البطل، ولو ما سمعش كلامها هتفضحه. وابن الراجل المتجمد البطل بيبقى جايبه عشان يشوف باباه، والبطلة بيبان على إيديها علامات كتير وبيبان عليها التعب. وبتشوف البطل والبطلة مع المساعد وبيبقى هيجرب عليهم دواء مؤقت، فبتطلب منه يعالجه هو الأول. وبيروح البطل للمذيعة وبيعرف اللعبة اللي بتعملها مع المستنسخ، وبتعمل كده بس عشان بتحبه، فبتتصل بالمستنسخ وبتقوله إنها هتعرف طريق أخوه بس بشرط يسيب المخترع. فبيسمعها تسجيل بينهم وبتطلب فيه إنه يرجع البطلة للكبسولة عشان البطل يتعذب من غيرها ويجرب اللي هي جربته. وبيشوف المساعد في المختبر وبيفتكر كلام المخترع وهو بيقوله على رموز الترياق، وبيفهم وبيعملها وبيبقى معاه البطلة. وبيروح البطل المعمل وبيعرف إنه لقى حل مؤقت وهيسهر عليه طول الليل عشان يعمله. وتاني يوم بتروح البطلة وبتاخد الجرعة عشان لو خطر ولا حاجة تبقى هي اللي جربتها الأول، فبتنجح وبتبقى تمام. وبياخدها البطل هو كمان وبيطلب منهم يحافظوا على درجة حرارتهم، وبيعرضوا برنامج 99. وبعد ما بيعرضوه قصة المستنسخ بتتفضح على الهوا، والراجل المتجمد بيتكلم وبيحكي اللي حصل له،
وبيتقبض على المستنسخ وبيحققوا معاه. وبيروح البطل يسكن عند البطل على السطح مكان حبيبها السابق، وبيقابل المخترع وبيعرفوا إنه لازم ياخد الترياق اللي هيصنعه في أقرب وقت. وبيروح يقابل البطل وبيخرجوا سوا، وهم خارجين الصبح بيعرف من أخوها إن حبيبها السابق كان ساكن هنا، بس بيعمل نفسه إنه مش غيران وبيبقى بيغلي من جوه. وبيروح البطل يقابل المصور وبيعرف إن المذيعة حاولت معاه إنه يشهد معاها ويبلغوا الشرطة علشان يدوروا عليه، بس بيبقى رافض ومفيش حد حاول يقف معاها، فبيعرف إنه فهمها غلط. وبيروح البطل يقابل المذيعة وبيعرف إنه فهمها غلط، فبتعيط وبتحضنه. وبيبقى في الوقت ده هو قدم استقالته، وزميله بيشوفه على السطح وبيعرف البطلة. ولما بتروح بتشوفه حضن المذيعة فبتنزل بسرعة وبتبقى مش طايقاه، وبتفضل تتجاهله يوم كامل. وبيفضل يتصل عليها لكن مش بترد، لحد ما بيشوفها وبيعرف هي زعلانة منه ليه، وبتحكي له وبيبقى هو بيحبها وبيغير عليها بس مش بيحب يبين غيرته. وبيظهر واحد وبيكون عايز يقتل البطل أو البطلة، وبتعرف المذيعة. وبيجي واحد ابن صاحب الشركة وبيبقى وسيم قوي وغني، وبيطلب إنه يقابل البطلة، وبيبقى عايز يدخل الكبسولة لأنه بيحب واحدة تعبانة، وبيبقى عايز يجمدها لحد ما تخف ويرجع تاني للحياة. وبيبقى عايز يعرف منها هي حست بيه عشان يطمن على حبيبته. وبتروح البطلة تقابل أهل البطل عشان يفتحوهم في قرار الارتباط، بس مامته بتبقى مش طايقاها ومش عاوزة تجوز ابنها من الأساس، وبتاخد كلامها بهزار هي والبطل. والبطل بيفتح باب تقديم على الكبسولة، وبتيجي ناس كتير علشان يجربوها، وبتيجي أسرة وبتبقى عايزة تدخل ابنها في الكبسولة لأنه بيعاني من السرطان ومفيش أي علاج نافع معاه، فبيقول لهم يستمتعوا بكل لحظة معاه بدل ما يسيبوه في الكبسولة لحد ما يلاقوا علاج ويكبر ويبقى لوحده. وبتشوف البطلة وهي في الجراج وبيجي عليها واحد بيكون عاوز يقتلها، وبتلحقها المذيعة منه وبتتكلم معاه وبتحكي لها إنها كانت عايزة تخلص منها في الأول عشان كانت غيرانة منها، وبتقول لها تخلي بالها من نفسها لأن في حد عايز يقتلها. وبتشوف البطلة مع الشرطي وبيوقفهم عربية شرطة وبيبقى فيها الراجل اللي عايز يقتلها. في نفس اللحظة بتشوف الدكتور وبيبقى عمل الترياق، والبطل بيبقى في المستشفى بياخد الحقنة. وبتعرف البطل وبتضرب المجرم وبتروح على القسم، وبتفضل تعاني من التعب. وبيعرف من الشرطي لما بيروح إنها تعرضت للقتل، وبيكون تعبان وبتروح وبتحاول تأكله أي حاجة بس ما بيقدرش، وبتروح معاه وبتفضل جنبه، وبيطلب منها تمشي وترتاح لحد ما يشوف نتيجة الترياق. وبيفضل يصور نفسه بعد الترياق والأعراض اللي بيحس بيها لمدة 3 أيام، واليوم الرابع بيلاقي حرارته رجعت طبيعية وبيقدر ياكل ويشرب حاجات سخنة تاني. وبيرجعوا للجري ولعب الرياضة، وبياخد آخر جرعة وبيطلب منه الدكتور ما ياخدش أي مسكنات ويستحمل. وبتطمن عليه البطلة، ولما بتخلص معاه بيجي الكتاب اللي طلبت فيه يكتب قصة حياتها. وبيرجع وبيعرف كل أهله إن حرارته رجعت تاني زي الأول وبقى طبيعي. وبيروح البطل التصوير وبيقابل البطلة، بس بتلاقي إن في حد جاي وراه عايز يقتله، فبتجري تحضنه والسكينة بتيجي فيها. وبتروح على المستشفى بس ما بينفعش إنها تدخل العمليات لأنها لو دخلت مش هينفع تتبنج بسبب حرارة جسمها، ولو اتبنجت القلب هيقف. وبيبقى في حل واحد بس، والمخترع بيقولهم إنها لازم تدخل الكبسولة علشان تجمد النزيف لحد ما يعمل ترياق أقوى يرجع حرارتها. وهم بيعملوا لها العملية، وأهلها بيوافقوا على الحل ده وبياخدوها وبيدخلوها الكبسولة. وبيروح البطل يعيش في بيتها لحد ما ترجع تاني. وبتشوف أخو البطلة بيشتغل وبيعمل معجنات، وأخت البطل بترجع تاني تتجوز طليقها الظابط. حتى المذيع بيبقى باين كده إن هي والمساعد بيحبوا بعض وبيتواعدوا. وبيروح البطل المختبر وبيعمل العملية للبطلة، والعملية بتنجح. وبعد فترة بتفوق وبيروح المستشفى بيلاقيها بتلعب تحت المطر، فبيجري عليها وبيحضنها. وتاني يوم بيروح الشغل وبتروح البطلة هي كمان، وبيحضر لها مشروب دافي وبيتكلم معاها، وبياخدها تاني لمامته وبيتكلموا كلهم سوا. وبتبقى عاوزة تسافر تشتغل بره، فبيتضايق لأنه بيكون استناها 3 سنين دخل الكبسولة، لكن هي بتبقى عايزة تسافر تشتغل وتكمل دراستها بره. فبيتخانق معاه وبيقول لها إن كده هيدخل على 60، فبتقترح مامته يتجوزوا ويسافروا ويخلفوا بره، وبتخليهم يفكروا كويس. وبعد مدة بتشوفهم سافروا واستقالوا من شغلهم وفتحوا قناة يوتيوب وبقوا يوتيوبر مشهورين. ولغاية هنا بيخلص مسلسلنا النهاردة. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا